يا اهلا وسهلا بيكم حبايبي في فيديو جديد. كل سنة وورق العنب عندكم طازة ولذيذ. فيديو النهاردة هنتعلم اسهل طريقة لتفريز ورق العنب، هنحفظه من السنة للسنة علشان تقدري تستمتعي بيه في اي وقت من غير ما يفقد لونه ولا طعمه. قبل ما نبدأ ما تنسوش تدعموني بلايك وكومنت حلو، وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد، وتشاركوا الفيديو مع اصحابكم عشان الكل يستفيد. يلا بينا نسمي الله ونبدأ. معايا النهاردة كيلو ورق عنب. جبنا كيلو النهاردة هنعمله. جبت الورقة اللي هي بتبقى ناعمة زي ما انتوا شايفين كده، وبتبقى طرية ما بتبقاش خشنة. هي دي ورق العنب البناتي، واليومين دول انسب وقت تجيبي فيه ورق العنب وتفرزيه، هو ده وقته. لان كل ما الحر بيخش والشمس بتحمى ورق العنب بيتحرق، وبتبقى زرعته بالورقه تلاقيها اصفرت كده وما بتبقاش كويس. فاليومين دول مناسبين جدا لورق العنب. لو لسه ما فرزتيهوش يلا الحقي هاتيه كده وفرزيه. هنجيب ورق العنب، وبعد كده هنقوم نقطف العنقود بتاعه اللي انتوا شايفينه ده. بحب دايما اخزنه من غيره. ولو انتي حابه ان انتي العنقود ده بتفرشيه في ارضيه الحله ما ترميهوش، وهقولك هنخزنه برضو ازاي دلوقتي. هنخلص بقى الكمية بتاعتنا دي. انا جايبة النهاردة كيلو. بحب ان انا دايما اجيب كيلو كيلو اخزنه كده، ما بحبش اجيب الكمية كلها عشان ما اجهدش نفسي في تخزينه، وفي نفس الوقت يعني ما ياخدش مني وقت ولا مجهود كبير. كل ما بنزل السوق كده بجيب كيلو كيلو وبخزنه وبعينه، بيبقى معايا جميل وبيعيش معايا من السنة للسنة. ودي بصراحة انسب واجمل طريقة انا عملته بيها وطلع معايا جميل. بجيب الكمية بقى بتاعتنا دي كلها وبقطفها من العنقود اللي فيها، وبعد كده بقسمها اجزاء على حسب بقى الوجبه بتاعتك. لو انت بتحتاجي في الوجبه ربع كيلو هنجهزها، لو محتاجه نص هنجهزها. خلاص انا خلصت كده الكميه كلها وقطفتها كلها. هاجي بقى معايا هنقوم جايبين ورق الاسترتش بتاعنا، هنجيب رول الاسترتش وهنقوم فردينه على الرخامه. وبعد كده هنقوم حاطين ورق العنب زي ما انتوا شايفين كده. انا عملته على الكيلو على خمس اجزاء. عملت ورق يعني لفة كده صغيرة زي ما انتوا شايفين. اهم حاجة وانتوا بتلفوا ورق العنب تضغطوه كويس قوي وتطلعوا الهواء منه، وتلفوه جامد زي ما انتوا شايفين، وتقفلوه من جميع النواحي علشان ما يخشلوش هواء وجوه الفريزر يتلج ويعمل معاكم تلج. دي خطوة مهمة جدا هتنجح معاكم الوصف. هيفضل معاكي كده في الفريزر من السنة للسنة، محتفظ بلونه ومحتفظ بطعمه. هتدخليه الفريزر وقبل ما تيجي تستعمليه هتطلعيه يفك ساعة، وبعد كده هتنزليه في مية سخنة وتبتدي ان انت تحشيه كأنه لسه طازة ولسه شارياه من السوق دلوقتي. دي بجد اجمل طريقة واسهل طريقة. كلنا بندور على طرق تكون سهلة ما تجهدناش، ولا بقى سلق ولا نحطه في مية ولا نحطه في برطمانات وتاخد مكان. لا، ده تفريز بجد جميل بالنسبة لي. انا عن نفسي بعمله كل سنة وبيفضل معايا ما شاء الله جميل. انا لسه اخر كيس عندي عاملاه من قيمة كذا يوم، والله العظيم كان بجد جميل. بطلعه يفك وبعد كده بقوم حاطاه في ميه بتغلي على البوتاجاز، يا دوبك مسافه ما بنزله في الميه بطلعه على طول وببتدي ان انا احشيه، بيبقى كاني لسه شارياه دلوقتي حالا. جربوا الطريقه دي وان شاء الله هتعجبكم جدا وقولوا لي فيها رايكم. بعمل لفه كبيره زي ما انتوا شايفين ولفه صغيره، لان ساعات ما بنيجي نحشي بيبقى مننا شويه رز محشي، بقوم بقى مطلعه اللفه الصغيره دي ومنزلاها في ميه سخنه وابتدي ان انا احشيها. بتحشي لي دقيه صغيره كده، حاجه كده ما شاء الله بيبقى جميل. دي طريقه اسهل واجمل. وزي ما قلت لكم ما تعملوش الكميه كلها. والعنقود بتاعه ده بتحطيه في كيس وتعينيه في الفريزر، برضو بتطلعيه تحطيه في ميه سخنه مع ورق العنب لما تيجي تجهزيه، لو انت حابه ان انت تفرشيه في الارضيه. انما لو ما بتحبيهوش ممكن ترميه عادي خالص. والنهارده دي كانت طريقتنا في تفريز ورق العنب. قولوا لي بقى انتوا بتفرزوه ازاي وبتعملوه زيي ولا لا، وايه الطريقه الانجح اللي انتوا عملتوه طلع معاكم بيها جميل. لو وصلتوا بقى معايا لغايه هنا في الفيديو والفيديو عجبكم، اتمنى ان انتوا تدعموني بلايك وكومنتوا حلو، وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم كل يوم
وصفاتنا الجديدة، ويا ريت تشاركوا الفيديو مع اصحابكم عشان الكل يستفيد. هستنى تعليقاتكم اللي بتفرحني، ولو عايزين تسألوا على اي حاجة اكتبوا لي في الكومنتات وانا هرد عليكم. كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة وانتم بتفرزوا ورق العنب وانتم بأتم صحة واحسن حال. تاكلوه بألف هنا وشوفة ان شاء الله. دمتم في رعاية الله وفي حفظه وفي امان.